انتوا عارفين مين ده؟ ده بقى واحد من اشهر مطوري التعليم في افريقيا كلها. ده بقى البروفيسور المشهور جدا كابا كاميني، اللي عمل افلام وثائقية عن الافرو. كابا كاميني ليه كلمة مسموعة جدا في امريكا. كابا بقى جاب مجموعة من السياح وجم يزوروا المتحف المصري في التحرير. طب ما الموضوع عادي جدا، انتوا متضايقين ليه؟ ما مصر بيجي لها سياح من شتى بقاع الارض وبيتفرجوا على حضارتها، سواء في متاحف او في اماكن اثرية كتير. لا ثواني، الموضوع يفرق هنا كتير، لأن دول مجموعة أصولهم أفريقية، عندهم فكر معين إن الحضارة المصرية القديمة جذورها ترجع للعرق الأسود مش للمصريين. ده مش بس كده، ده عندهم فكر إن المصريين اللي موجودين حاليا لا يمتوا للحضارة المصرية القديمة بأي صلة، وإن دول مش مصريين وجايين من دول أوروبا ودول تانية كتير وجم استوطنوا مصر. المجموعة دي بقى اسمها مجموعة الأفروسانتريك. المجموعة دي بقى راسمين خطة وبيحاولوا ينفذوها. علشان كده لما اختاروا كابا كاميني علشان يبقى مؤثر للمجموعة دي، ما كانش هباء أو بمحض الصدفة. جايبينه كمؤثر علشان يقنعهم في المتحف المصري إن الحضارة دي مش حضارة المصريين، دي حضارتنا إحنا كأفارقة، وإنهم لازم يقضوا على العرق الأبيض في أفريقيا بأكملها. أفريقيا بأكملها يعني مش بس مصر، لا طبعا، دول بيروجوا إن الحضارة المصرية القديمة والحضارة المغربية وحضارة قرطاج في الأساس كانت حضارة زنجية، والسكان الأصليين لشمال أفريقيا كانوا أصلهم زنوج. الموضوع محتاج مننا جهد كبير علشان بس نبين علاقتنا بحضارتنا المصرية القديمة، وإنها حضارة مصرية متوارثة أبا عن جد من أيام أجدادنا الفراعنة، وما نسيبش فرصة للأفروسانتريك إنهم يزوروا التاريخ.